قال ارفعوا الحجر. يعني يا رب انت محتاج حد يشيل حجر؟ هتقوم ميت مش هتشيل حجر؟ ده انت زلزلت جبال، ده انت قلت الإيمان ينقل جبل من البحر ينتقل للبحر التاني. إنما ربنا عاوز يعلمنا عشان يبقى في رجاء لازم يبقى لك دور، لازم انت ترفع الحجر، حجر اليأس، حجر النكد، حجر الحزن الرديء، الحجر اللي على قلبنا ده، حجر الشك، حجر الهم، لازم نشيله عشان لما نزقه ونزيحه هيقوم لعازر، هيقوم حتى جوانا، هيقوم الشخص اللي فارقنا جوانا، لأنه متأكدين أنه صح، متأكدين أنه عايش، متأكدين أنه حي، فمش خايفين عليه حتى لو مش شايفينه بعينينا. طب ما المسيح قائم وحي ومش شايفينه بعينينا، فما عندناش قلق. ربنا يسوع قال ارفعوا الحجر عشان يتأكدوا من حقيقة الموت، عشان ما حدش يفتكر ان العذر كان مستخبي مثلا وما ماتش. لا، ارفعوا الحجر عشان موت اهو. الحاجة التانية عشان يكتشفوا صعوبة القيامة. انتوا عليكم الحجر بس، انما انا عليا الموت. الحجر على قدكم، شهلوا كده وشيلوا الحزن الرديء، شيلوا الحجر اللي تقدروا تشيلوه، انما سيبوا لي انا المأمورية الصعبة بقى. الانسان ما يقدرش يقوم نفسه لكن يقدر يزيح حجر. الحاجة الثالثة عشان يشاركوا في تغيير الواقع بدور، يبقى لهم دور في تغيير الواقع. ايه هو الحجر؟ الحجر في حياتنا اللي المفروض نرفعه هو احساس العجز او الضعف اللي عبرت عنه مريم ومرسى. لو كنت هنا، الإنسان بيبقى ضعيف قدام المشاكل وبالأولى قدام الموت. الحجر ساعات هو فكرة المستحيل، إن الناس كلها بتقول دي ما فيهاش حل، ده مستحيل لأنه له 4 أيام، ده المستحيل بعينه بقى 4 أيام. الحجر هو إحساس اللا رجاء أو اليأس. يا سيد قد أنتن، منتهى اليأس. الحجر هو الخوف. لما راحوا للقبر جالهم كلهم رهبة، ولما القبر اتفتح بقت خوف. كويس، ما هو ربنا عاوز يغلب الخوف، عاوز يصطدم مع الخوف كده، يدخل في معركة معاه. عشان كده بولس يقول كانوا خوفا من الموت كل حياتهم تحت العبودية. الحجر هو حزن الموت، كلهم كانوا بيبكوا قدام القبر، وربنا عملها هيصة بعد كده. طبعا راجعين ايه